بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوتي، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن إصابات الضرع في الأبقار، الإصابات الجراحية. أخوتي، قبل الخوض في هذا الموضوع يجب على الطبيب البيطري قبل أن يدرس هذا الموضوع عليه أن يلم ببعض النقاط المهمة، وهي مثلا التحضير أو التجهيز الدموي للضرع، وكل الأوعية الدموية من شرايين وأوردة التي تغذي الضرع، والأوعية الليمفية التي تمتد فوق الضرع، والأعصاب الأرابية والأعصاب من الضفيرة المساريقية التي تغذي الضرع. كذلك يجب عليه أن